بتكون قاعد بأمان الله وأمورك تمام وعم تشرب متى أو كاسة شاي أو مشروبك المفضل أو يلي هو بيطلع لك خبر بتتجاهله ما في إشكال، يعني خلاص الأمور عادية. بيتكرر أوكي عادي، بيتكرر كتير كتير، طيب أوكي خلاص كون الموضوع متعلق بريال مدريد يا أخي فبيتكرر يعني. بيوصل لمرحلة أنت طبعا شايفه أنه خبر تافه يعني. بعد فترة بتلاحظ أنه في صحف كبيرة عم تتناقله. إيه لا لحظة، بيجيك اليوم مثلا طيب مر 10 أيام على الخبر يا جماعة خلص نيمولنا يا بقى وحاج هبد يعني. بيطلعوا لك صحفيين كبار بيتكلموا عنه، بيتقدم الوقت أكتر يا أخي. حتى كبار محللين عرب أو صحفيين عرب أو مشاهير، بحب كلمة مشاهير مثلا، بيتناقضوا الخبر وعن جد عاملين عركات عليه. لوين وصلنا يا جماعة؟ السلام عليكم أحبائي الكرام، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بألف خير. أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. قانون كيليان امبابي. إذا أول مرة تشوفني على اليوتيوب اشترك فعل زر الإشعارات على الكل حتى يوصلك إشعار بكل فيديو جديد بينزل على قناتنا. وتفضلوا إلى التفاصيل. خلينا بداية نعرف عن شو عم نتكلم يا جماعة. خليني أقرأ لكم الخبر. صحيفة سبورت الكتالونية، هذا الكلام صار له زمان، ما انه جديد يا جماعة، يعني صار له حيصير له أسبوع تقريبا الخبر وعم يتناقل بقوة. صحيفة سبورت الكتالونية استحملوني معلش، بتكشف عن ردة فعل مسؤولي نادي برشلونة بعد موافقة حكومة إقليم مدريد على إقرار قانون عرف بين قوسين قانون كيليان امبابي أو قانون امبابي، يسمح بتخفيض كبير في الضرائب للأشخاص الأجانب داخل إسبانيا وذلك داخل مدريد. هي قصدي طبعا هون مخربطين بالكتابة، وبذلك سيسهل عملية انتقال النجم الفرنسي امبابي إلى مدريد. بحسب التفاصيل اللي بتنشر الصحيفة أن قانون امبابي أثار غضب مسؤولي برشلونة بحيث يتعلق الأمر بإجراء قانوني أعدته حكومة بلدية مدريد لتشجيع اللاعبين على القدوم إلى نادي ريال مدريد وأتلتيكو مدريد ورفض نادي برشلونة في المستقبل. بتقول الصحيفة بأن نادي الكتالوني حيجد صعوبة بمنافسة أندية مدريد أتلتيكو وريال مدريد خلال السنوات القادمة بعدما كان يقتصر الأمر على مواجهة الأندية الأوروبية الكبرى، خاصة أنه سيشجع اللاعبين على الانتقال إلى فريقي الروخي بلانكوس والنادي الملكي بدل التوقيع لنادي برشلونة، مع العلم بأنه يحمل تسهيلات كثيرة تنص على خصم 20.5% من نسبة الضرائب الخاصة بإقليم مدريد. وهذا هو القرار أحبائي الكرام، خصم 20.5% على نسبة الضرائب للأجانب أو للمستثمرين نوعا ما. يعني بشكل عام بأغلب أقاليم إسبانيا بيكون في عنا نسبة الضريبة للمستثمرين الأجانب، يعني المقيمين، هي المقيمين خلينا نكون واضحين أكتر. طبعا المقيمين بالخارج وبأوروبا بيعرفوا أنا عن شو عم أتكلم، يعني نوعا ما. تقريبا نسبة الضرائب تتراوح من 45 إلى 50% خاصة لأصحاب الدخل المرتفع. يعني أنت بتدخل مثلا راتبك لنفترض 30 مليون يورو بالسنة مثلا، يعني فبيكون عليك ضريبة من 45 إلى 50% من راتبك. يعني تقريبا الموضوع مفهوم جدا بالنسبة لأوروبا والأقاليم بأغلب الدول الأوروبية، موضوع مفهوم لحد الآن. لكن في قانون جديد تدرسه حكومة مدريد وهي أنه تخصم 20.5% من المقيمين، بحيث بيصير بيدفع قرابة تقريبا 24.5% فقط، لأنه هي النسبة بالضبط 45-45% تقريبا نسبة الضرائب. فأنت بتصير بتدفع مثل أي مواطن إسباني دخله السنوي قرابة 20,000 يورو، يعني متوسط دخل مواطن إسباني، ما عاد تعامل كمقيم. هي الفكرة عشان تشجيع الاستثمار في مدريد والإقامة في مدريد. وبتكمل الصحيفة أنه أما في إقليم كتالونيا فسيضطر اللاعبون لدفع ضريبة تصل إلى 45% أو 50% من رواتبهم، وهذا الشيء اللي حيشوفوه صعب، فحيفضل اللاعب يروح إلى مدريد أو ويرفض برشلونة في ذات الوقت. طيب شو تعليقنا على هذا الموضوع؟ الموضوع يا جماعة وليش أنا مقهور من الموضوع أنه فيه هبد كتير وسلبينا كتير، أنه لوين وصلنا نحن ولوين رايحين ولأيمتى بدها تضل الصحافة دائما تاجر عن جد بعاطفة الناس. شوف صديقي المتابع، أنت دائما تركيزك هو الهدف. نحن حتى كصناع محتوى بنحاول نلفت لك انتباهك بعنوان جذاب. انتبه لعنوان هذا الفيديو، لصورة هذا الفيديو كيف بنعملها، بدي اجيب لك انتباهك. بس أنا ما بصير ضل عم تاجر واستفز بكلمات غير منطقية وكذابة وأخذ الموضوع بغير سياق يعني، تحوير هو ما تم تحويله، تحوير صيغة القرار مثلا أو صيغة كذا. كيف يعني؟ أنت لو بكل بساطة بس بتعمل شوية سيرش بحث بجوجل بتشوف إنه الموضوع كله غير منطقي، يعني طريقة صياغته غير منطقية. يعني شو بتحكي لك صاحبة سبورت بأنه والله حكومة مدريد، يعني إنه هي بتوصل الفكرة إنه الحكومة، يعني لما يحكوا لك كلمة حكومة هي بلدية مدريد يا جماعة، يعني هي بلدية، هي بالنهاية بلدية اللي بتتخذ القرار إنه والله بتسعى لقتل المنافسة بين ريال مدريد وبين برشلونة. هن هيك أخذوا الموضوع، إنه والله تخفيض بالضرائب للاعبين
عشان هن يجوا وينتقلوا لريال مدريد وما ينتقلوا الى برشلونه. هن شوف كيف المتاجره بالمشاعر يا جماعه. تعال احكي لك الخبر حبيبي. الخبر المضبوط هو ان بلديه مدريد حاليا تدرس، وربما اقر القرار انا ما بعرف يعني تدرس، لكن كانت تدرس تخفيض في الضرائب على المقيمين لتشجيع الاستثمار في اقليم مدريد. هذا هو نص مشروع القانون، تخفيض بنسبة 20.5%، بحيث بيصير المستثمر والمقيم بيدفع قرابة تقريبا 24.5%، يعني مثل أي مواطن إسباني في مدريد متوسط دخله 20,000 يورو سنويا تقريبا هيك، وذلك بغية تسهيل الاستثمار في هذا الأقليم. طيب وين اعتراضك يا نسيم؟ ما ليكن يعني عم ينافسوا هن برشلونة؟ لا حبيب، هو الموضوع حتى برشلونة ما له علاقة، بس هن دحشوا اسمه بالموضوع ودحشوا اسم ريال مدريد وكذا عشان بس هيك يعملوا لك عركة. تعال لك حبيب، القانون بيخص المقيمين. يعني لما تيجي بلدية مدريد وبدها تشرع قانون، ما حتطلع بس على لاعبين كرة القدم. هو ما في غير كيليان مبابي مقيم بمدريد يا جماعة. مدريد كلها بيتم اختصارها بلاعب. مدريد كمدينة كمجتمع في بشر يا جماعة. يعني نسولي كرة القدم، يمولي كرة القدم كلها على جنب. هذا مصير ما يعادل عندنا نحن مثلا ببلادنا العربية محافظة كاملة، ولاية كاملة، ما إلى ذلك. حيختصر الموضوع مشان لاعب يا جماعة. هذا قانون تتخذ البلدية لتشجيع الاستثمار بهذا الأقليم بمدريد. حابين يشجعوا الاستثمار الجماعة، ما له علاقة كليان، ما له علاقة كرة القدم بالأساس. لك كرة القدم بالأساس هي ما له علاقة. فهمانين علي شو قصدي أنا يا جماعة؟ يعني شو هي كرة القدم أمام الكوكب بالأساس؟ يعني بنعرف تأثير عالي وكذا من هذا الكلام، لكن شو هي كرة القدم بالأساس يا جماعة؟ في عالم جنب سانتياغو برنابيو ما بتعرف ريال مدريد شو بكون. أنا حتى أوضح لكم إنه كرة القدم ما هي كل الدنيا بالنهاية. فشو دخل مشروع قرار لتشجيع الاستثمار في إقليم مدريد كمدينة كأقليم يا جماعة بنادي ريال مدريد وكذا. لكن للصدفة هو النادي موجود، هذا نادي ريال مدريد موجود بمدريد، فحيستفيد. ليش؟ كون اللاعبين اللي موجودين هن يعتبروا مقيمين في النهاية. كيليان مبابي لما حيجي حيكون مقيم مثل أي لاعب حيأتي إلى أتلتيكو مدريد، إلى ليفانتي، في أندية كتير يا جماعة بمدريد. يعني بمدريد في أندية، في تقريبا أظن 5 أندية على فكرة إذا ما خانتني الذاكرة، أظن 4 أو 5 أندية في بمدريد. فالموضوع ما له علاقة بمبابي. قانون مبابي دغري سميته هو مشروع قرار لتشجيع تشجيع الاستثمار في إقليم مدريد. هاي الفكرة وخد تقيلة. وهون انت بس سمعت هاي الجملة ما في داعي سكر الفيديو، امورك انتهت. موضوع الضرائب وهي الامور اللي بيقرها هو مجلس إدارة البلدية. شو يعني؟ يعني بكل بساطة بكرة اقليم الباسك او اقليم كاتالونيا، اقليم يلي هو اقليم الشامبونيرا، اي اقليم كان، بيعملوا اجتماع البلدية بيقرروا انه نحن ما عم بدنا ضرائب، فخلصت ما عاد في ضرائب. فالموضوع لا له علاقة بحكومة ولا له علاقة بشيء. لو كان على هذا الأساس، لو كان كلامه صحيح، بما أنه دحشوا اسم برشلونة حتى، أوكي، يروح حاليا تروح حكومة برشلونة أو بلدية برشلونة بتعمل اجتماع تخفيض الضرائب إلى 5% أو ما عم بدنا ضرائب. فالموضوع ما له علاقة. هون كل بلدية بتشتغل على حدة. هاي نقطة لازم ننتبه لها. يعني كل إقليم أو ولاية أو بلدية أيا كان بيشتغلوا على حدة منفصلين. نعم في حكومة مركزية، لكن لا، الموضوع ما بيكون موحد. كل بلدية بتفرض الرسوم اللي بدها إياها والضرائب اللي بدها إياها. فالموضوع بالأساس خطأ وبني على خطأ كتقرير صحفي وكخبر. أنا ليش عملت الفيديو؟ لأنه مستفز لأبعد الحدود وفي شخصيات كبيرة أصبحت تتناقش فيه، وهو بالأساس غير منطقي وخاطئ. لا علاقة لريال مدريد بالموضوع. حكومة مدريد مو شايف النادي بالأساس لما اتخذت القرار. أنا ما بقصد يا جماعة التسخيف أو كذا مش عشان الناس تفهمني، لكن هن الصحف عم يتاجروا بأسماء الأندية بطريقة غير منطقية، ولا عشان كيليان مبابي ولا شيء. فتيجي أنت كصحفي بصحيفة سبورت تمسك اسم برشلونة واسم ريال مدريد وتجحشن بالموضوع إنه هذا مقهور من هذا لأنه في قانون كذا. لا مو لهالدرجة. وعلى فكرة ما بستغرب يعني بكرة يصيروا يطلعوا مسؤولين بهدول الأندية يتكلموا عن هذا الموضوع وعن جد يأخذوه عن جد. يعني أوكي، خلي البلديات تخفض الضرائب وخلصت الشغلة. ما هو معروف بإسبانيا أنه مشكلة إسبانيا أنه ضرائبها عالية. يا جماعة ميسي عمل تهرب ضريبي، مورينيو عليه اليوم عليه محاكمة بسبب تهرب ضريبي سابق، كارلو أنشيلوتي عليه تهرب ضريبي. يا جماعة كلهم بيعملوا غسيل أموال وتهرب ضريبي لما بيلعبوا بإسبانيا بشكل عام. ليش؟ لأنه الضرائب مرتفعة جدا.
فهي مشكلة قديمة. الآن لما البلديات بتبدأ تقر إنه والله نحن بدنا نخفض الضرائب، نعمل كذا نعمل كذا، خلاص اتس اوكي، هذا أمر بيتعلق فيهم هن، احنا ما دخلنا. كل أحوال حطونا رأيكم بالتعليقات، أنتم شو رأيكم بالهبد الصحفي اللي عم يحصل بآخر فترة، والجنون، جنون الترند أنا بسميه، جنون الريتش، جنون المشاهدات، جنون اللايكات. حط لي لايكاتك، تعليقاتك، إعجاباتك وشيراتك، وشوفكم على خير إن شاء الله، والسلام.